كانت تظنه أخا، ولما تستنجد بأقرب الناس إليها والدها تجده أبعد ما يكون عن الرحمة. في لحظة ظنت فيها أن حياتها انتهت تقع فاجعة كبرى. أحد الظالمين اندفن حيا، والثاني وضع أمام مصير محتوم. إنها حكاية تكشف كيف يمكن للضعف والعوز أن يدفع الضحايا نحو مآس لا تخطر على بال، وتبين كيف تتشابك الأقدار لتسقط الجميع في قاع التهلكة. فإذا كنت تملك الفضول الكافي لمعرفة تفاصيل هذه القصة العجيبة، كانت رحمة تبلغ من العمر 18 عاما فقط، وقد اضطرت لترك دراستها الجامعية آملة أن تتعلم حرفة تساعدها في توفير الدخل لأسرتها التي كانت في أمس الحاجة لسد الثغرة المادية التي خلفتها وفاة ابنهم الأكبر. لم تستطع رحمة أن تجد لنفسها وظيفة خارج كنف والدها الذي كان يعمل في أرضه الزراعية الخاصة، وعلى مدار عامين عكفت الفتاة الشابة على مساعدة والدها